أتحبني؟ قال له أنت تعلم يا رب إني أحبك. قال له ارعى خرافي. أنا عايز نخلي العبارة دي موضع تأملنا في هذه الليلة. السؤال ده هو السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبني؟ تقول له يا رب أنا بحضر الكنيسة، أنا بسلك في الفضيلة، أنا بصلي، أنا بصوم. يقول لك ما زال السؤال قائم أمامي: أتحبني؟ ربنا لا يريد منك شيء إلا أنك أنت تحبه، وليست هذه هي وصية العهد الجديد، إنما وصية من العهد القديم في تثنية إصحاح 6: تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك. والسيد المسيح لما سئل عن الوصية العظمى في الناموس قال لهم الكتاب بيقول إيه؟ وبرضه ذكر الآيتين دول: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك، وتحب قريبك كنفسك. قال بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. يعني كل الوصايا اللي موجودة في الكتاب المقدس تتعلق بالآيتين دول: تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. وما زال ربنا يسألك نفس السؤال. بصلي، هل صلاتك حب لله، ولا صلاتك عادة، ولا صلاتك فرض، ولا صلاتك تدريب روحي، ولا صلاتك عشان ما يتعبش ضميرك، ولا صلاتك قانون زي في الرهبان يقول أؤدي قانوني يعني أصلي مزاميري، ولا صلاتك حب؟ باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. ادي الكلام اللي بيقوله المزمور. هل انت بتحب ربنا ولا لا؟ الحياة الروحية ليست مظاهر وليست شكليات، لكن هي محبة لله من كل القلب ومن كل الفكر. إذا أحبيت ربنا من كل قلبك هتروح بيته، ولما تدخل الكنيسة تدخل عن حب. بيقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. فرحان ببيت ربنا. بيقول واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيامي. دي شهوة في قلبه. المسألة بتحب ربنا ولا لا؟ زي واحدة مخطوبة وخطيبها يقابلها كتير ويجيب لها هدايا، لكن شعر على الرغم من كل ده ان عاطفته مش معاها. تقول له أتحبني؟ هل الهدايا دي عن حب ولا عن رسميات، ولا خايف لا يقولوا عليك بخيل، ولا لازم الواجب تعمل كده، ولا ايه، ولا عن حب؟ عارفين لما واحد يحب واحد ويديله قرقوشة احسن ما يكون ما يحبوش ويجيب له خروف. بيحب. انا فاكر زمان ايام مشكلة الاكليريكية وما كانوش لاقين لها مصاريف، وكانت حكاية صعبة، وكنت اسقف الاكليريكية في ذلك الحين، وعملنا قداس
وبعدين بصيت لقيت ناس، الست اللي جايبه غويشه والست اللي جايبه خاتم والناس اللي جايبين فلوس للإكليركية، ووسط كل دول لقيت عيل صغير جاني واداني ملبسايه. الملبسايه دي كانت غاليه عندي اكتر من اي غويشه، لان الواد من حبه جاي يقدم كل ما عنده، هو احلى حاجه عنده الملبسايه. انت بتحب ربنا ولا لا؟ لما بتعمل الفضيله وتسلك في طريق الخير، ولما بتتوب عشان ايه؟ ما هو اسباب كتيره. في انسان بيتوب لان الخطيه وحشه، وفي انسان بيتوب لانه يحب ان يسير في حياه الفضيله، وفي انسان بيتوب لكي تتحسن صورته امام الناس، وفي انسان بيتوب لكي يرضى عن نفسه انه شخص كويس، ولكي يخرج من تعب الضمير، وفي انسان بيتوب عشان بيحب ربنا. بيتوب علشان يجعل قلبه في حالة نقاوة يستحق حلول الروح القدس فيه، يستحق حلول المسيح فيه. ما احنا بنعمل اعمال كتيرة لكن محبة ربنا مش في الصورة. وربنا زي ما قلت لكم في يوم من الايام في الابدية هيمسك اعمالنا كلها ويغربلها كده ويأخذ ما فيها من حب ويقول بس هو ده اللي انا عايزه، والباقي كله تبن وقش. الحنطة اللي فيها هي الحب والباقي هو التبن والقش. انت بتحب ربنا ولا لا؟ يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ ما هو انت قلت لو انكرك الجميع انا لا انكرك. ربما مثلا قلت الكلام ده عن انك انت لازم يكون مظهرك كويس وتكون راجل وتكون شجاع وتكون بطل وتكون شهم امام الناس، كل دي الذات داخله فيه. لكن قلت لا انكرك لاني احبك. اهو جه وقت اللزوم وحبيت نفسك اكتر مني، حبيت نجاتك من السجن او نجاتك من الموت اكتر مني، فما ظهرش انك بتحبني. يا سمعان ابن يونا أتحبني؟